الفترة الأخيرة لقيت إن أكتر من ريكروتر بيشتكي لما بيعمل كول مع كانديد أو متقدم لأي وظيفة، بيحدد معاه ميعاد، فبيلاقي إن على طول السؤال اللي بيبقى الديفولت دلوقتي من قبل الكانديدز ألا هو الراتب كام؟ هتدوني كام؟ بعض الاتش ار بيعتبر ان ده سؤال اوفنسيف، او يعني لما تيجي هنتفق او هنشوف او بيزد على مهاراتك او هتعمل ايه في الانترفيو. وفي نفس الوقت بقى في ناس ترد تقول لا ده مش سر حربي، ما تقول لي في الاول. طيب الموضوع اتغير، ما بقاش الناس هي لازم تروح وتحرق مواعيد ووقت عشان يبدا يثبت نفسه بعد كده يعرف الاوفر. الموضوع اتعكس، بقى هو الشخص نتاج الور اون تالنت ان هو محتاج يعرف الاوفرز اللي موجوده في الماركت عشان بناء عليه هبدا اقرر اصلا اروح اعمل انترفيو ولا لا. ويمكن دي من الحاجه اللي بتزود الشو والنو شو او تقلل الشو والنو شو في الانترفيوهات. طيب احنا كاتش ار نعمل ايه؟ ببساطه لو انت بتكلم حد عشان تحدد معاه انترفيو وشايف ان هو قدم وشايف ان الكواليفيكيشنز بتاعته متماشيه مع اللي انت بتدور عليه، اديله الرينج اللي انت كشركه مقرراه. فور اكزامبل الوظيفه اللي انت مقدم عليها رينج اوف سالري بتاعها من 20 ل 25 الف جنيه. هو مبدئيا لو ده متماشي مع البنفيتس المتوقعها ومتماشي مع الالتزامات بتاعته، هتعلي نسبه ان هو يحضر. لو بعيده عن الالتزامات بتاعته وبعيده عن البنفيتس اللي بيدور عليها، يفضل طبعا ان هو يعتذر، فولا انت تضيع وقته ولا هو يضيع وقتك. فدي نصيحه على السريع.